بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي ladies and gentlemen، أوزوريس أو نبي الله إدريس. ذكر الدكتور مصطفى محمود رحمه الله تصريح إن نبي الله إدريس احتمال يكون أوزوريس أو أوزير. يعني ببساطة كده إن المصري القديم أوزوريس هو نبي الله إدريس. وذكر أيضا إن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام احتمال يكون أتوم. ومن المعروف إن الاسم المصري القديم أوزوريس هو اسم يوناني، الاسم المصري أوزير، والذي عرف برب الموتى. كلمة رب برضو في المصري القديم أو لحد دلوقتي مش معناه الإله. ربة المنزل، رب المنزل، ده جاد فازر. رب جاية من المربي أو المسؤول عنه، كالعاهل، الحاكم، المدرس. ربة المنزل، رب البيت، رب العمل. هيك بيكون كلمة رب. إله شيء مختلف تماما. اسمع يا سيدي، من أشهر القصص والأساطير المصرية القديمة واحتمال في العالم أجمع قصة الأخ الذي قتل أخوه. إحنا عندنا في القرآن الكريم في الكتاب المقدس ذكر قابيل وهابيل، الأخ الطيب والأخ الشرير. ربنا سبحانه وتعالى خلاصة الكلام طلب إن هم يقدموا قربان، واحد منهم قدم أفضل ما عنده والتاني قدم أوحش ما عنده. بطبيعة الحال تقبل الله وتقبلت السماء من الطيب ولم تتقبل من الشر أو الخبيث. طبعا لما شاف كده قال له هو تقبل منك وما تقبلش مني أقتلك. قال له اقتلني. فطوعت له نفسه فقتل أخيه. القصة المعروفة إن جه الغراب ليوري سوءته، اتعلم منه إزاي يوري سوءة أخيه وعاش بندمه بقية الحياة. نرجع لقصة أوزوريس وست مشابهة جدا. ست قتلت طيب أوزير اللي هو يطلق عليه أوزوريس، وتعددت الآراء في المكان اللي اتدفن فيه أوزوريس. في ناس قالت إنه اتدفن في هليوبلس، وفي ناس قالت إنه اتدفن في أبيدوس، بالتحديد خلف معبد سيتي الأول. أبيدوس هو مكان ديني في مصر القديم، مركز أوزوريس، وأبيدوس هو الاسم اليوناني لهذه المنطقة. عرفت مصر القديمة باسم أبوجو، تقع على حافة الصحراء الجانب الغربي من محافظة سوهاج، وكانت الإقليم الثامن من أقاليم مصر القديمة، وتعرف الآن بالعرابة المدفونة. العرابة القديمة المدفونة البلينيا. تبعد حوالي 13 كيلومتر إلى الجنوب الغربي منها بسوهاج، محافظة سوهاج بصعيد مصر. تعود أقدم آثار هناك نقارة الأولى، تعتبر عصر ما قبل التاريخ أو التدوين. يوجد بهضبة أهرامات الجيزة بالقرب من الطريق الصاعد للهرم الثاني خفرع. تم العثور على بئر ذو 3 طوابق، 3 مستويات يعني. المستوى الأول والثاني عبارة عن فجوات في الجدار بها تابوت مكسور أو غطاء تابوت، لكن المهم المستوى الثالث والأخير الذي به مياه كثيرة، مياه جوفية طبعا، أطلق عليها المياه الأزلية التي بدأ منها الخلق. احنا ممكن نعيد الكلام دوت لان المولى سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا من الماء كل شيء حي، فالبدايه فعلا كانت الماء. الميه بتحيط بالتابوت من الاربع جهات ويستقر في مربع حجري يحمل سقف تلك الغرفه 4 اعمده ضخمه. فهل دفن اوزير او اوزوريس او نبي الله ادريس هناك؟ الله اعلم. في القرن الثالث، عشان نكمل بقية القصة، في القرن الثالث ظهر الأوزيريون، وهي الإشارة إلى المقاصير الرب أوذير. زي ما قلت لك يقع خلف المعبد الجنزي أو نفس المحور لسيتي الأول. سيتي الأول اللي هو جده حفيده يعتبر مريم بتاح واللي أكمل النقوش، وأبو رمسيس الثاني سيتي الأول. يدخل إليه من خلال ممر طويل منحدر، أنا بعتبره المدخل لسطح الأرض، مدخل السطح الأرضي، يعني مدخل الدخول للأرض. تحيط بها المياه من كل جانب، طبعا مياه جوفية، وفي قلبها يقع التل الأزلي الذي يرمز إلى بدء الخلق. طبعا زي ما قلت لك ربنا خلق من الماء كل شيء حي، فالبداية كانت المية فعلا. وربما تم دفن أوزير هناك. يحمل سقف هذه الغرفة أعمدة ضخمة من الجرانيت، وقد كانت المقبرة مغطاة بالكامل بتل من الأشجار بطريقة منتظمة. الأشجار كانت بمسافات منتظمة، وتمثل تلك المياه الأزلية وإعادة الخلق من العدم في المحيط الأزلي المعروف باسم نون. طبعا هنا في برضو إشكالية، إن ربنا سبحانه وتعالى قال ما كنت متخذ المضلين عضوا. ربنا ما خلقناش ولا خلق أنفسنا ولا خلق السماء والأرض، إنه لم يكن يتخذ من المضلين عضدا. إحنا المضلين، هو ما شهدناش بس إلا إن هو ربنا، وإحنا قلنا أمين لما سحبنا من ظهور سيدنا آدم
نرجع لمرجوعنا والأزوير. هناك حجرة أخرى لها سقف منحدر بنقوش ملكية تشبه التابوت الحجري، يغطي سطوح الممرات فصول من كتاب البوابات، وهو كتاب العالم الآخر، كتاب الموتى. وده برضو أكوردن للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ويحسن إن كان في كثير من التوحيد، بالإضافة إلى بعض المناظر لسيتي الأول والملك مريم بتاح الذي أكمل النقوش. تاريخ المبنى يرجع لسيتي الأول، واستمرت زيارة الأوذيريون إلى القرن الثالث الميلادي. كما ذكر المؤرخ سترابون أوزوريس ونبي الله إدريس. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.